هانتوما معايا في الدار. دابا راني في الدار. دخلت للدار. لقيت لبنى دايره اللايف. ما قدرتش نهبط عندها بالكاميرا وهي دايره اللايف تما. السلام عليكم خوتي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جمعه مباركه والجميع يا ربي، وشهر مبارك سعيد، وان شاء الله يا ربي كل شيء يكون على خير وبخير. تحيه كبيره لكم وشكرا لكم كاملين. و كان شحال كنفرح فاش كنشوف شي واحد دعا معايا. كتجيني واحد الفرحه كبيره ما كتوصفش، وكنقول سبحان الله العظيم. ها انت دابا هاد السيد ولا هاد السيده ما كيعرفني ما كنعرفو، وخلى لك واحد الدعيوه ومشى. كتجيني انا قداش، وحيت كنقول دعوة الغريب مستجابة حيت كيبقى غريب. الله يجازيكم بخير. واللي كيسب كنقول خليه، هذا كيسبني وما كيعرفنيش، حكم عليا غير من خلال السوشيال ميديا وسب وخدا واحد الذنب على رقبتو. والعواشر هادي معليش هانيه. حنا انسان كيف ما كيقولوا لي بعض الاخوان والاخوات، كيقول لك مادام انت دخلتي للسوشيال ميديا، دخلتي لهذا العالم، خصك تقبل اي حاجه. فعلا صحيح، احنا نتقبلوا اللي داكشي اللي كان غنتقبلوه، لان حنا جينا لهذا العالم هذا، حنا انا نستاهل. ما علينا. هذا الفيديو هذا غادي نخصو الموضوع اللي كان البارح في اللايف. وسمحوا لي على داك التصرف اللي درت انا البارح. راني كيف ما تيقولوا الضغط كيولد الانفجار، يعني تضغط عليا وانا من طبعي كنتعصب وكنتقلق دغيا وكنفاعل دغيا ولكن صراحه كان خطا مني. ما كانش عليا نتقلق لذاك الدرجه، ولا كان عليا كاع نسد داك اللايف. والله يعاون هادشي ما شنو غيوقع، كاع ما عنده ما غادي يوقع. ولكن اللي عطى الله دابا هو هذا، ما عندنا مشكل، ماشي مشكل. الانسان من الخطا يتعلم. الانسان غادي وكيتعلم، ما يقولش انا راني كبير ما بقى لي ما نتعلم. لا، مازالين كنخطئوا، مازالين كنتعلموا، مازالين كنستافدوا من التجارب ديالنا، وهكذا وكتستمر الحياه. المهم ما نطولش بزاف، ندخلوا في الموضوع ديال اليوم، وهو على الموضوع اللي كان البارح فارض نفسه. داك الفيديو اللي خرجت به بنتي يسرى كتقول داك الكلام. انا جيت في هذا الفيديو هذا غادي نجاوبها بصراحه، خصني نجاوبها. شوفوا الدنيا كيفاش كتدور. انسان كيولي مع بنته اقرب الناس ليه، نقول لك مع الاسف والله. المهم، الناس اللي كتسناني غادي نخرج شي نهار انني نتعاطى مع يسرى، ولا نبقى نقول شي كلام، ولا نجاوبها بشي طريقه اللي ما لايقاش ولا هذا، ابدا. غير ينسى. حيت علاش؟ حيت هذيك كتبقى بنتي، واحتراما لك العلاقه اللي بيني وبينها، علاقه الاب وبنته. تصوروا معايا علاقه الاب وبنته، مهما كانت الظروف، مهما كانت هادشي اللي كنعيشو، هادشي كيبقى نتيجه واحد المشاكل، نتيجه واحد الكوارث دزنا منهم، وهذا عطاو هاد النتيجه هذه. ولكن كتبقى العلاقه كتبقى دائما ما عمرها للابد علاقه البنت والاب ديالها. هذيك كتبقى بنتي واقرب المقربين ليا وكبتي، ما عندي ما ندير. واخا تغلط وتقول، واخا انا عندي الجواب مثلا ديالها، واخا ما نجاوبش في اليوتيوب هكا ونجلس نتعاطى معاها. حيت علاش؟ حيت سبحان الله، يلاه البارح درت فيديو كيهضر على بحال هذا الموضوع هذا. شنو قلت البارح بالنسبه للناس اللي ما شافوش الفيديو ولا شي حاجه؟ قلت باللي هذا اليوتيوب وهذا الشيء انا كنهضر هذا الكلام هذا انطلاقا من التجربه ديالي انا، والتجارب ديال الناس المقربين للعائله، يعني لونطوغاج ديال العائله، يعني الناس. حيت دابا تبارك الله حنا عائلتنا تقريبا كلها في اليوتيوب. قلت باللي المشكل ملي كيتطرح في اليوتيوب
اي مشكل كيف ما بغى يكون ما بين بنت وباها، ولا الاخ واخته، ولا اخوات بجوج، ولا ازواج، ولا كيف ما بغى يكون العلاقه الاجتماعيه ديالهم، الا تطرح المشكل في اليوتيوب ما تنتظرش شي حاجه زوينه، بالعكس انتظر الأسوأ بكل صراحه. لان هذه تجربه ديالنا في اليوتيوب، احنا مرينا من هاد التجارب هادو وعارفين شنو كاين. مجرد ما كتحط مشكل للنقاش في اليوتيوب انتظر الأسوأ صافي. هذا علاش انا ما باغيش الأسوأ مع بنتي. انا بالعكس، انا هادشي اللي حنا فيه دابا ما بغيناهش يكون، وبغينا الاوضاع تصلح. حيت علاش كتبقى ديك بنتي ما تنكرهاش وما عمرني نكرهها، وكنبغي لها كل الخير، وكنبغيها تكون معرفين، وهي حتى وما نضرهاش، وهي حتى هي ما كنظنش تكرهني وما تضرنيش. راه غير البارح ما عرفت كيفاش وقع لها وجبت داك الموضوع بين قوسين وداز. على اي حال هذه كتبقى بنتي، انا ما نتعاطاش معاها وما نجاوبهاش. علاش؟ باش ما يزيدش الوضع يتفاعل اكثر وتعقد الامور اكثر. اللي فينا كافينا، هادشي اللي دزنا منه كافي، هاد المشاكل اللي عشناهم كافيين ومعدين لهيه، ماشي غير كافيين. هذا علاش الانسان يقول بركه بركه. يعني انا بنتي كتبقى بنتي خط احمر كيف ما بغات تكون، كيف ما بغات تكون، والله يرضي عليها والله يعاونها. وسبحان الله كيعجبني نشوفها في شي صوره زوينه، كيعجبني نشوفها عايشه مزيان. وخا غير من البعيد هكا نشوف فيديو ديالها بانها دارت شي حاجه زوينه، بغيتها دير المشروع ديالها، بغيتها تخدم، بغيتها توصل، بغيتها تكون، الله يرضي عليها والله يسهل عليها. واخا انا بعيد عليها، واخا راه قلبي معاها وراني بكل صراحه كيف ما بغى يكون الحال. هي كتصدر على واحد الفتره دازت، انا ما بغيتش بكل صراحه، ما بغيتش نعاود لي ديتاي باش ما ندخلش واحد المجموعه ديال الجراثيم كاينين في اليوتيوب. باش نكونوا واقعيين، كاينين الناس المزيانين على راسي وعينيا، كاينين الناس صراحه، ولكن كاين العكس. كاين عاود الناس اللي بهذا المعنى هذه، وسمحوا لي على هذا، كاينين مكاريب، كاينين الناس اللي كيجريو، كاينين خبثاء اللي كيجريو في الشر، اللي كيطحنوا العلاقات، اللي كيطحنوا الاسر، اللي يشتوا اسر، واللي كيتلذذوا بمشاكل الاسر، كيتلذذوا. يعني الا لاحظتوا دابا فيديو مثلا فيه مشاكل وفيه شي موضوع فيه طلاق وفيه المهم قنابل كذا، كتلقاه ضارب مشاهده عاليه. فيديو اسري مثلا اجتماعي فيه المحبه وفيه الحنان وفيه الرعايه ديال الاطفال وفيه شي حاجه اللي هي هذا شويه وصافي. هذا علاش؟ باش تعرف بان كاينين واحد المجموعه ديال الناس اللي كيجريو في هادشي ديال الشر وكيجتهدوا. كاينين دابا ناس اللي كيقولوا للبنى مثلا طلقي ونعاونوك داك الدار غالبك تخلصيها، نخلصوها معاك ونطلعوا لك القناه وتكون عندك مشاهده وما الى ذلك. غير ديري لهم الخاطر وتطلقي. شنو هو همهم؟ شنو هو مصلحتهم في هذا الشيء؟ ما فهمتش. واحد العرق شيطاني فيهم، واحد يعني خصهم يشوفوا الشتات والدمار عاد كيرتاحوا. الله ينجينا ونجيكم من هاد الناس هادو واشباه هاد الناس هادو، لان هاد الناس هادو صعابين واعرين وما وما تمناش تلاقاهم حتى في الطريق. يعني ناس ما كاينين مع الاسف كاينين، وكاين عاوتاني الناس الطيبين، الناس اللي كيبغيو الخير، الناس اللي كيبغيو الاسره تكون مجموعه. كاين الناس اللي متقي الله وكيعرفوا بينهم وبين الله وما يقولوش شي حاجه اللي ما كيعرفوهاش. على الاقل يقولوا الله اعلم، حنا ما عارفينش. ماشي يحكم عليك احكام من البعيد من خلال كيشوفك في اليوتيوب ولا هذا، يحكم عليك بانك انت داير وفاعل، انت ديتي لبنتك وانت دا، وهو ما عارفش ويسمع صافي ومشى مع
ولهذا انا ما ندخلش في تفاصيل باش ما نكملوش على الموضوع. خلي الموضوع هكا، وخلي الله يهديها والله يرضي عليها. هادشي اللي غنقولها، نقول الله يهديها والله يرضي عليك بنتي، الله يهديك والله يرضي عليك والله يعاونك والله يسهل عليك. وإلا كنت غلط انا ولا غلط حقك المسامحه. هذا ما كان، لان كانت واحد الفتره كان فيها كل شيء مختلط وما عرفنا هذا من هذا. ما مهم فتره ودازت. أراو كان أي واحد في الدنيا كيدوز واحد الفترة في حياته، كيعاون والديه، كيوقف مع والديه. شحال من واحد توظف ولكن في داك الاول ديالو كيشوف بعدا والديه شنو خاصهم شنو هادي، عاد كيبقى شويه بشويه عاد كيزيد يشوف راسو عاد وابا. انا كنقول لها انت باقيه صغيره بنتي، مازال مستقبل قدام، كنتي عاد بديتي في الحياه، عاد بديتي في الدنيا. واش 20 عام ولا 22 عام هذا شنو؟ عاد يلاه قالت بسم الله. كنتمناو لها كل خير والله يسهل عليها والله يعاونها والدنيا هانيه، ما كاين حتى مشكل. انا نحسب راسي ديك الهضره ما سمعتهاش كاع، عندي راسي ما سمعتش هضره ودازت. دعيو معنا خوتي والله. راحني انا زعما انا راه منين ما تسطيتش راه، لانك تشوفها من هنا ماشي هي هذيك ومن هنا ماشي هي هذيك، ومن الزواج الاول شكل، الزواج الثاني شكل، الاولاد شكل، كلها وشكلو كلها راه بنادم راه اش غادي نقول لكم، راه يصوتي له شي فيزيبل في دماغه والله. ولكن الحمد لله اللي ربي تكرم علينا بواحد النعمه ديال الصبر. الصبر الا ما صبرتيش ما دير والو في هذه الحياه، ما عندك ما دير. الصبر والعزيمه والاصرار والمثابره والانسان يواجه. انا ما نديرو دابا اللي عطا الله هو هذا. المهم دابا لقيتوني راني في باب الدار ديال واد فاس، جيت لعند لبنى احتاجيت شي حوايج من حوايجي وغادي ندخل نهزهم. ومع الله العظيم ما عرفنا هادشي فين هي في هاد الايام التاليه. دابا صافي ميكات، ما بقاش كتقول لي هادي ولا الاخرى، داياها في العقيق وداياها في السيكان ديالها وداك التخربيق ديالها. الله يعاونها. انا ماشي ضد انها دير شي حاجه كترتاح فيها، ولا ان مثلا الا كان عندها حتى شي مدخول مادي في داك الشيء يعني انا نجي وندير لها العرقله ولا لا ابدا. غنكون ديك الساعات محساد. انا ما عمرني حسدتها، ما عمرني لا هي ولا غيرها، الله يسهل على الجميع. غير انا عندي طلب ديالي وهو انها تقوم بالواجبات ديالها معايا، ومن تما لهيه الله يعاونها. ما وحتى انا غادي نشوف شي حاجه باش نتلاها يعني بصراحه. يعني راني كنفكر وان شاء الله كنظن قريب غادي غتكون شي حاجه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. لان وجهي في وجهك والملل والفراغ ويوميا كيولد هاد الاحتكاكات اليوميه، كتولد هاد الحزازات بحال هادو. يعني لو كان كل واحد دايها في شغله وكل واحد هذا وما يساليش ويمشي ويجي وعنده هادي وعنده هادي، يطلع ويهبط ويتلاقى هذا ويتلاقى الاخر وكذا وهذا، غيكون شويه كاينه واحد لي زاكتيفيتي في حياته اللي كتلهيه وكتشغلو وكتعمر له وقته. ما نساليوش لهاد الخزعبلات اللي حنا دابا فيهم، والله ما نساليو ليهم. حيت علاش؟ حيت حنا دابا حنا غير في الخاوي. كان قال لي قلت لك لا ما رضيتي بيا وما رضيت بيك، لا علاش تقول هادي علاش تقول هكا. يعني غير شي حاجه غير فارغه. يعني ما كاينش شي حاجه اللي علاش انا قلت لكم راه دازت واحد المكالمه ما بين اختي ولبنى. ما كاين حتى شي زعما ما عندهاش شي حاجه اللي هاد السيد هذا دار لي واحد الحاجه، دار لي اش كيدير لي واش كيدير لي مثلا ولا لا والو. ما كاينش. غير شنو هو حقا مشاكلو انا ما قديتش عليهم، انا ما بقيتش قاده، انا عييت، انا صحتي ما بقاتش كيف ما كانت، انا كذا انا كذا. يعني هذا هو اللي كاين. نسال الله السلامه والعافيه. الحياه صعيبه خوتي، الحياه صعيبه بزاف، وباش ترضي الخواطر كاملين راه صعيب بزاف. حيت كل واحد وشكلو، وكل واحد كيضرب على مصالحه، كل واحد كينش على كبالته. هذا هو الواقع. هذا الشيء دابا اللي واقع لنا حنايا. ولكن ما عندك ما دير، الحياة هي هذه ولات دابا.
كل عقل واش كيقول لي. والله العظيم الا خوكم راني حاير، قسما بالله قسما بالله وراني صايم، اقسم لكم يمينا صيامي حرام عليا، الا راني في واحد الحيره ما بعدها حيره، حاير 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 حاير. كتشوف كندوز كل واحد بالشخصيه ديالو، كنلقى كل واحد وشكلو، والضغط ديال الوقت. مثلا الولاد الصغار شكل، البنت شكل، البنت الكبيره اللي تزوجت شكل. الله يجعل ربي يقدرني ونلمو هاد الشمل هذا ونرقعو هاد التمزق اللي في هاد العائله. خصني نرقعوه باي طريقه، خصني نرقع هادشي هذا. ما كيما درتي حرتي، كيبقاو ولادك كيبقاو. دعيو معنا والله الا دعواتكم الى مهمه وبزاف. دعيو معنا الله يجازيكم بخير، الله يكثر خيركم. وهذا هو كلامي التالي. انايا ما نعاودش نجبد الموضوع ديال يسرى نهائيا، وما ما عندي لاش نجبدو، ما فيه ما يتجبد وصافي. والمسامحه والله يهنيها والله يسهل عليها والله يجيب لها التيسير. وكنبقى انا باها كما قلتي، قلت لك كيبقى بابا، وكتبقى هي بنتي كيف ما بغات تكون كتبقى بنتي. والمسامحه، وما عندنا لاش نناقشوا الموضوع في اليوتيوب، ما كاين لاش، لا داعي لا داعي. عاد يجي واحد اخر يبقى يعطينا بلانات ديالو ويقول لك ها درتي ما فعلتي وعلاش درتي هكا وما خصكش دير هكا وهذا. حنا داكشي ما بغيناش، داكشي ما بغيناش، وكنتفاداه بكل صراحه. وبالنسبه للبنى الله يهدي ما خلق وصافي. لبنى دابا اللي عطا الله عطاه، تزوجنا دابا هذه 5 سنين ديال الزواج، وداك البنيته مسكينه في وسط منا وما ذنبها حتى شي حاجه. وما دام كتقول هي دابا انا ما عندها معايا حتى شي مشكل، المشكل عندها مع المشاكل ديالي. غادي نحاول دابا انا كيفاش نبعدها هي على المشاكل ونبعد انا. المهم انا باغي براسي باغي نبعد على المشاكل، انا باغي نبعد. لان كنشوفوا هذا اليوتيوب هذا هو اللي مكمل. اما كما قلت البارح، غير البارح قلتها في فيديو، كان دابا كل واحد بعيد على الاخر، يعني ما كاينش هادشي اليوتيوب، ما غتعرفوا لا واش فرحان ولا زعلان ولا محتاج ولا ما محتاج، يعني ما غتكونش. دابا اليوتيوب خلاه هذا دارها، ما عندنا ما نديرو. ايوا اللي كتب الله هو هذا خوتي العزاز، وسمحوا لي طولت عليكم والله. غنوض دابا ندخل للدار، عاد واش تدخلوا معايا للدار؟ غادي نوض ندخل للدار ان شاء الله يا ربي، ونشوف شنو كاين في الصوالح. يلا خليكم معايا. السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ مزيانين؟ هانتوما معايا في الدار دابا، راني في الدار. دخلت للدار، لقيت لبنى دايره اللايف، ما قدرتش نهبط عندها بالكاميرا وهي دايره اللايف تما. ايوا هادشي اللي كاين. دخلت دابا ناقصني شي حويجات، بغيت سبرديله، بغيت بزاف د الحوايج، بغيت ندير شي سفره، نسافر شويه، نفوج، نبدل الساعه بختها، نبدل الجو. ولكن هاد الشتا شويه عكزاتني صراحه، الشتا. والبارح كنا غاديين البارح الاديداس، وهو يتفرق عليه واحد البنو، ضرب في واحد الحفره البارح، تفرق عليه البنو. راه دابا تشوفوا داكشي في القناه ديال يوسف المرضي، راه كان كيصور هو، حيت كان معايا هو وعبد الوهاب، راكم غتشوفوا داكشي ان شاء الله عنده. المهم تفرق عليه داك البنو وصافي، بحال قلت فيها خير. انت كتشوف دابا الجو ماشي هو هذاك، لان حفره ما شفتهاش انا عامره بالماء. دابا كيكون داك الحفاري عامرين بالماء، الناس ترد البال لهاد الامور هادي. كتكون حفره كبيره وهي ما بيناش، ملي كيكون الماء ما كتبانلكش واش حفره كبيره ولا صغيره. المهم ضربت فيها بواحد القوه حتى البنو صافي تفرقع ديك الساعات. ايوا راني مشيت بدلتو هاد الصباح، بدلت البنو وقضيت الامور ديالي. ولكن الجو ما كيشجعش زعما على السفر، الجو شويه الشتاء والبرد بزاف. قلت حتى تتحسن الظروف الجويه شويه ان شاء الله وعاد نمشي.
هذا ما كان. ايوا كنبغيو نبدلو ساعة بأخرى وصافي، لأن ما كاين ما يعجب كيف ما سمعتو، ما كاينش والله. كنت كنقول هاد رمضان غندوزو النشاط والشهيوات وكدا، وهادي الساعة ما هادشي اللي كتب الله. ماشي هكا كنت متوقع، وماشي هكا زعما كنت كنتمنى والله. اللي ما عندك ما دير، اللي عطا الله هو هذا. جيت لقيت الدار هي الدار، ما تبدلت حتى حاجة. ايوا غير مولاتها اللي مبدلة. الله يهديها الله يهديها. الا جلست هنا ما غتشوفونيش، واخا نجلسو هكا، حيدو هاد اللعيبة ونجلسو هكا. اصبر نجيبو الكاميرا حنا عندنا كاع لهنا، ماناش خاسرين. نبدلو الزاوية. الله. ايوا خوتي العزاز، هو هادشي اللي عطا الله. الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد. انسان حياتي هي هادي، ما عند انسان ما يدير. ياك هي هادي الحياة او لا؟ يا ربي السلامة. عرفتي واحد البرد، واحد البرد على برا، قاصح 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 بزاف. والشتا مارس صعيب، برد قارس في شهر مارس. يلا خوتي ما نطولش عليكم، حتى تنشوفوا شنو غادي نديروا ان شاء الله، ونقادوا الامور، وديك الساعات تكونوا معنا ونشاركوا معكم اي حاجه ان شاء الله يا ربي. يلا تبارك الله عليكم، ونهلا يخطيكم، وبسلامه عليكم.